يعني ما فيش مجال للجزء، بس هقول لك انا يعني كتبت القصيده دي في اي ظروف، ده يمكن يهمك اكتر. انا اتمسكت في سوريا، كنت رايح لناس اصدقائي، واحد صاحبي توفاه الله، فكنت رايح اعزي اخواته، فاتمسكت هناك ودخلت المخابرات وقعدت في يوم كامل استجواب. وبعد كده قضيت 3 ايام بقى في سوريا اللي هي سوريا الميتة دلوقتي. يعني الناس في سوريا عايشين حياة دلوقتي، يعني عارف الأب كل يوم بيودع أطفاله وهو خارج يروح الشغل، لأنه من الممكن إنه ما يرجعش تاني، فبيصلي ركعتي الموت وهو خارج. وحتى الواحد اللي نازل يقعد مع أصدقائه أو طالب وهو رايح الجامعة بقى يعني. والحال ده من سنة ونص، أنا كنت هناك من سنة ونص، لكن دلوقتي أكيد الوضع أسوأ، ويعني ملناش غير الدعاء، يعني ندعو الله يعني إن ربنا يعني يهون. بقى إيه رأي حضرتك في بعض الإعلاميين والمثقفين والساسة هم بيقولوا إن 25 دي مؤامرة ما كانتش صح؟ والله بصي، أي حاجة يعني أقول لك بس نقطة وبعد كده أقول لك النقطة دي. التاريخ دايما بيدونه المنتصر. يعني إيه؟ يعني أنا كانت في حرب بيني وبين دولة أخرى، تمام؟ وأنا اللي انتصرت، فأنا اللي بدون التاريخ، أنا اللي بحكيه بمزاجي، تمام؟ فدلوقتي لما تكون حاجة حصلت في وقت الناس قبل كده، ويبقى من مصلحة الحكام والتاريخ إن هي تتذكر إن هي مش ثورة، إن هي تتذكر إن هي مؤامرة، فده لازم اللي يحصل يعني.